السلام عليكم. اذا كنتي من الناس اللي كتقلب على افكار مشاريع فلاحيه اللي ممكن تستثمر فيها بلا ما تكون عندك امكانيات كبيره، اليوم غادي نتكلم لك على المشروع الاول واللي هو مشروع مربح ومضمون وديال هذا الوقت اللي حنا فيه دابا. هذا المشروع تقدر تخدم فيه سواء كنتي مقاريش او لا كنتي مهندس دوله. اللي مهم هو تبدا الخطوه الاولى ومن بعد غادي تكمل الخطوه الثانيه في نفس المشروع او لا في مشاريع اخرى. المهم هو البدايه. هذا المشروع هو الانتاج ديال الشتلات ديال الزيتون عن طريق تقنيه البوتيراج. البوتيراج او التعقيل باللغه العربيه هو واحد التقنيه ديال التكاثر ديال النباتات بطريقه غير جنسيه، والمبدا هو انك تقطع العود من الشجره ديال الزيتون وتغرسه باش تحصل على شتله جديده بنفس الصفات ديال الشجره الام. وباش تقدر تبدا في هذا المشروع غادي تتبع هذه المراحل اللي غادي نقول لك. المرحله الاولى غادي تقلب على شي فيرما ديال الزيتون في هذا الوقت هذا، حيت تيكونوا كملوا العمليه ديال الجني وتيكونوا خدامين في العمليه ديال الزبير ديال الزيتون، وغادي تاخذ من عندهم العود ديال الزباره وغادي تختار العود اللي يكون من الشجرات اللي مزيانين وما فيهم حتى شي مرض او شي حشره، وغادي تقطع العدد اللي بغيتي ديال البوتيرات بشرط ان الطول ديالهم يكون ما بين 20 و 30 سنتيم. المرحله الثانيه بعد ما تقطع هذوك البوتيرات اللي بغيتي تخدم عليهم غادي تقطع الاوراق ديال هذه البوتيره من التحت ومن الفوق باش تشجع النمو ديال الجذور الجديده اللي بغيناهم ينوضوا، وغادي ديرهم في واحد المحلول ديال التجدير اذا بغيتي تعاونهم شويه يطلعوا مزيانين، وغادي تغرسهم في الاكياس ديال التربه، وغادي تغرس الثلثين ديال هذيك البوتيره تحت التربه يكون فيهم 2 عوينات على الاقل، والثلث الاخر يبقى فوق التربه باش العوينات اللي لتحت كيعطيونا الجذور والعوينات اللي الفوق كيعطيونا العود وكيعطيونا الوراق. المرحله الثالثه غادي توجد واحد المساحه باش تحط فيها البوتيرات وتحاول تسقيهم بشكل مستمر باش تحافظ على الرطوبه ما ينشفوش، وكذلك ما تخليش الماء يتجمع عليهم بزاف باش ما يتعفنوش. وابتداء من 4 ديال الاسابيع تقريبا غادي تبدا العيون ديال البوتيرات تنبت الجذور من التحت وتخرج لنا العود جديد من الفوق. وبهذه الطريقه يمكن لك تخدم على عدد كبير ديال الشتلات على حساب الجهد ديالك وعلى حساب المساحه اللي عندك وباقل ميزانيه ممكنه. نفترض مثلا الا خدمتي على 10000 شتله واذا وصل الطول ديالها 40 سنتيم تقدر تبيعها ما بين 7 حتى ل 10 دراهم، غادي تربح ما يقارب 70000 درهم. وهذه الميزانيه كافيه باش تستثمر في مشتل ديال 500 متر مربع وتخدم على اغراس اخرى اللي تقدر تربح بها 30 مليون سنتيم على الاقل. الى عجبتكم الفكره خلي لي تعليق وقول لي الراي ديالك فيها، وما تنساش تبارطاجي هذا الفيديو مع داك السيد اللي قال لك خاصني غير راس المال ونبدا. السلام عليكم.